السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم جايين بموضوع راهو داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في منصة إكس اللي كانت تعرف سابقا بتويتر. في الأيام الأخيرة بزاف ناس لاحظوا تعليقات غريبة تحت حسابات رسمية تاع وزارات خارجية لدول عربية كما قطر، السعودية وعمان. التعليقات هذه فيها صور مفبركة ومنشورات مزورة يحاولوا يبينوا باللي الجزائر راهي مع طرف ضد طرف، ويدخلوا اسم الجزائر في صراعات ما عندها حتى دخل فيها. وش راه صاري وشكون تحت هذه التعليقات، وش هو الهدف من هذه الحملة؟ هذا هو موضوعنا اليوم. حسب متابعة رواد المنصة كاين حسابات مغربية تدخل مباشرة لصفحات رسمية تاع وزارات خارجية وتنشر صور مفبركة وتصريحات مزعومة على أساس أنها مواقف رسمية للجزائر مع دول كما إيران ضد دول عربية أخرى. الطريقة اللي يخدموا بيها أنهم يستعملوا صور قديمة ويقصوا منها أجزاء ويديروا تعديلات بالفوتوشوب باش تبان كأنها بيانات رسمية، وينشروا نفس التعليق في عدة صفحات باه يعطيوا الانطباع باللي كاين إجماع. المشكل الكبير إنه منصة إكس أو تويتر ما فيهاش حضور جزائري قوي مقارنة بفيسبوك ولا التيك توك، وهذا الشيء خلى المجال مفتوح قدامهم قدام المغاربة أنهم يديروا أي حملة منظمة تقدر تصنع رواية معينة وتخليها تنتشر بلا تصريح سريع. الهدف من هذا التصرفات أنه خلق الفتنة بين الشعوب وضرب صورة الجزائر خارجيا وتأجيج الرأي العام العربي بمعلومات غير صحيحة. لازم نفهموا حاجة مهمة إنه المواقف الرسمية للدول ما تتخذش في التعليقات ولا في صور مجهولة المصدر. المواقف تجي في بيانات رسمية عبر القنوات المعتمدة ووسائل الإعلام المعروفة. اليوم ولا أي واحد يقدر يصنع صورة ويكتب فيها وش يحب، بصح المسؤولية تاع المتلقي أكبر. نتأكدوا قبل ما نصدقوا وما نشاركوش المحتوى المشبوه، ونفرقوا بين الرأي الشخصي والموقف الرسمي. في الأخير الفضاء الرقمي ولا ساحة حرب إعلامية، وأي دولة تقدر تكون هدف الحملات التشويه. المهم هو الوعي تاعنا كمستخدمين، مش كل تعليق يمثل شعب ومش كل صورة تمثل دولة. الهدوء والتثبت وعدم الانجرار وراء الاستفزازات هو أقوى رد. إذا شفتوا هذا النوع من المحتوى وش رأيكم؟ وهل هي حملة منظمة ولا مجرد تصرفات فردية؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة باش نوصل لكم كل جديد في فيديو قادم إن شاء الله في حفظ الله ورعايته.